السلام عليكم. النهاردة هنعمل خبز الجبنة والثوم والزبدة زي المطاعم بالظبط ويمكن أحلى. هنعملها بعجينة حلوة جدا، أنا بعتمدها في وصفات كتير وتقدروا برضو تعتمدوها في وصفات بتاعتكم. العجينة سهلة وبسيطة، والوصفة كلها على بعض سهلة وبسيطة، حتى الأطفال بيحبوها وهتعجبكم إن شاء الله. أنا نور خالد ودي قناتي، ما تنسوش اللايك والكومنت على الفيديو والاشتراك في القناة، ويلا نبتدي. انا هقول لكم المقادير الاول. احنا هنستخدم مج من اللبن هيكون دافي، ورشه من الملح، ومعلقه كبيره من السكر، ومعلقه كبيره من الخميره، ومعلقتين كبار من الزبده، ومعلقه توم باودر صغيره. الدقيق انا استخدمت 350 جرام من الدقيق. هنبتدي نحط اللبن، هنحط عليه رشة الملح، وهنحط معلقة السكر، وهنحط الخميرة، وهندوب الخميرة كويس جدا والسكر في اللبن. دي أول حاجة. بعد كده هنحط الزبدة معانا وهنقلب، وهنحط الثوم البودر معلقة صغيرة، وهنقلب المكونات كلها مع بعض. والدقيق أهم حاجة إن احنا ننخله، لأن هو بيفرق جدا النتيجة لو نخلنا الدقيق. فهنحط الدقيق كله، انا استخدمت 350 جرام زي ما قلت لكم. وخلي بالكم لو اثناء العجينه كانت محتاجه دقيق هنحط دقيق، بس حبه حبه صغيرين، لان في دقيق عن دقيق بيختلف. فانا عجنتها كويس، وانا ما استخدمتش عجان ولا حاجه، وانا تعمدت ان انا اعجن بايدي علشان خاطر اعرفكم ان العجينه سهله جدا، والعجن نفسه بسيط وسهل، ما فيهوش اي مشكله وما بياخدش وقت. فاحنا هنعجنها كويس جدا لحد ما يوصل قوامها بالظبط زي كده، هتبقى ناعمة وفاتحة، وعجينة تحفة تحفة بأمانة، يعني حلوة جدا وبستخدمها في حاجات كتير. العجينة طالعة تحفة ولونها فاتح وحلوة جدا. هي أخدت معايا تقريبا ساعة في التخمير. لو عايزين تسرعوا التخمير للعجينة، طبعا عشان احنا في الشتاء والجو بيبقى برد، تخمير العجين مختلف عن الصيف طبعا. فممكن تسخنوا الفرن 5 دقايق بس، وتدخلوا العجينة فيه، ده هيسرع من وقت التخمير للعجينة. طبعا هنبطن الصينية، انا استخدمت صينية مقاس 35 في 23. هنبطن الصينية بنقطة زيت وعليهم رشة من الدقيق علشان الخبز ما يلزقش. الأسهل لنا واحنا بنفرد العجينة ان احنا نفردها جوه الصينية، علشان نعرف نظبط مقاس العجينة على مقاس الصينية. وانا عملت كده، ده كان اسهل بكتير. بس هنفرد العجينة كويس جدا في الصينية. وده جبنة كريمي، اي نوع جبنة كريمي انت حابة بتفضليه، وحطيت عليه معلقة كبيرة من الزبدة. قلبتها كويس، وجبت 3 فصوص من الثوم حجمهم متوسط، وهرستهم وقلبتهم كويس مع خليط الجبنة والزبدة والثوم. هندهن بيه العجينة بتاعتنا كلها. خليط الجبنة ده يا جماعة تحفة وحلو جدا. بجد يعني ميكس الجبنة مع الثوم مع الزبدة حلو، وريحته تحفة. يعني هي ريحته أصلا قبل ما يدخل الفرن كانت باينة وظاهرة. أنا استخدمت معاها جبنة، نوع جبنة مشللة، دي نوع من انواع الجبن السوري. ممكن اي نوع انتوا حابينه، موتزاريلا مثلا. انا استخدمت نوعين، الجبنه المشلله ومعاها كشكوان. بس حاولي تحطي كميه من الجبن تكون وفيره كويسه، علشان هي يعني اصل الوصفه هي الجبنه. دي كانت رشة من الريحان المجفف، لو في زعتر مجفف او ريحان مجفف الاتنين حلو. دخلت الفرن تقريبا نص ساعة بالظبط، وخرجت طبعا ريحتها رهيبة وجميلة جدا. وتقريبا انتوا هتخلصوها في وقتها من حلاوتها. ممكن تقطعيها بأي شكل انت حباه، ولكن هي مشهورة بالأصابع، بالتقطيعة دي. ممكن تاكليها بكاتشب، مايونيز، صوص، أي جبنة انت حباه، أي نوع صوص انت حباه. ممكن تتاكل كده، ممكن جنبها كوباية شاي. هي في أي حال من الأحوال لو اتاكلت كده من غير أي حاجة هي تحفة. بجد لازم تجربوها بالعجينة دي والطريقة دي أسهل وأبسط طريقة ممكن تلاقوها لخبز الجبنة والثوم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والكومنت. اشوفكم على خير، مع الف سلامة.